مساء الفل عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلبة الأكل. محمد وفؤاد قالوا إن هما هيروحوا ياكلوا في محل كفتة. فؤاد طلب لمحمد كفتة داوود باشا. مفيش بالظبط لقمتين ومحمد وهو بياكل بلع حاجة غريبة. محمد روحه بتطلع، فؤاد عمال يقول يا خلق غيتوني يا خلق، يخبطوا في ظهره يشربوه مية يعملوه محمد طلع من بقه خاتم فضة. الناس كلهم اول ما شافوا الخاتم بدل ما يقولوا له سلامتك قعدوا يسقفوا ويقولوا له ايه ابسط ده انت راجل محظوظ. محمد بعد ما فاق قال لهم يا قالوا له اهدى، معنى ان انت لقيت خاتم فضة في كفتة داوود باشا يبقى انت راجل. ما تيجي نشوف. كفتة داوود باشا. سألت نفسك في يوم ليه كفتة داوود باشا اتسمت باسم داوود باشا؟ زمان ايام الخلافة العثمانية كان في واحد في تركيا كان اسمه داوود باشا. داوود باشا كان الوالي ساعتها، وكان الراجل ده مهووس بالكفتة المكورة، بيعشقها عشق، في حالة عشق ما بينه وبين الكفتة المكورة، وكان دايما بيطلب من الطهاة بتوعه ان هم يعملوا له كل يوم كفتة المكورة، لدرجة ان في مرة من المرات الطاهي بتاعه غلط في المقادير، مسكه وعاقبه. بس هو العقاب والله حاولنا نبحث عن نوع العقاب ايه وما عرفناش، وطالما راجل بالتفكير ده فتوقع منه ممكن يعاقبه باي حاجه. المهم داوود باشا ده كانوا بيحطوا له خاتم فضه في الكفته. ليه؟ عشان انت لو كلت، لو صادفك الحظ ولقيت الخاتم ده طلع في بقك يبقى انت راجل ذو حظ. معرفش ايه العلاقه، ولكن اي تقليعه من ضمن التقاليع. المهم داوود باشا جه على مصر وجمع الطهاه بتوعه وجمع كل الخدم في القصر وقال لهم قرار مصيري. قال لهم ممكن تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان نكمل الحكايه. قال لهم انتوا لازم تعملوا لي كل يوم كفته مكوره. قعد يعلم الطهاه بنفسه طريقه عمل الكفته، والطهاه المصريين خدوها من المطبخ ونشروها هنا في مصر وانتشرت الحكايه. بس في مصر هنا يا عيني ما كانوش بيحطوا اي حاجه فضه جواها. نرجع تاني لمحمد وفؤاد. محمد اول ما عرف القصه انبهر وقال فعلا كل ده على الكفته بتاع داوود باشا. انا يا جماعه انا اسف وبعتذر ليكم كلكم واحد واحد وعايزكم تسامحوني، بس قبل ما تسامحوني اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وقولوا لنا في الكومنتات عايزين تعرفوا قصه اي اكله انتوا عايزينها. اشوفكم في حلقه جديده. سلام.